أصدقاء واتس كورة، النهارده يوم جميل، يوم سعيد. مبروك للنادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي، أداء عالي جدا. انتزع لقب غالي جدا 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 من عرين الدار البيضاء، من استاد كله تقريبا جماهير الوداد. لكن النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي تفوقوا على نفسهم، ادوا اداء رجولي، عملوا مباراه قويه، قدروا ينتزعوا اللقب ويتعادلوا 1-1. التعادل بمثابه تعادل بطعم الفوز. عايز اقول النهارده النادي الاهلي تشكيله تشكيل البدايه او تشكيل النهايه او التغييرات اللي اجراها مارسيل كولر، تغييرات كلها انا شايف انها ايجابيه في المصلحه العامه. الاهلي في اخر المباراه كان ممكن يحرز هدف ويجيب هدف الفوز، لكن كان في رعونه من اللاعبين ونوع من بعض الدلع والاستهتار، ده كان ممكن يؤدي لان الاهلي يفوز بالمباراه كمان على ارضهم، وده كان هيبقى انجاز كبير جدا. لكن في النهايه تعادل بطعم المكسب. الف مبروك يا علاء. 11 مليون مبروك، 11 مليون تهنئة لجماهير النادي الأهلي العظيمة. قلنا لكم الحلقة اللي فاتت إن شاء الله ال 11 يوم 11، والحمد لله الأهلي النهاردة رد اعتباره ورجع كاسه. الحمد لله ملحمة حمراء في الدار البيضاء. مبروك لجماهير الملايين جماهير النادي الأهلي. أنا وعمرو كنا جايين في الطريق، ما شاء الله شعب مصر كله واقف في الشوارع على رجل واحدة، ناس مبسوطة. الحمد لله الاهلي النهارده عمل ملحمه كبيره جدا. الحمد لله عشنا المباراه دي على اعصابنا. يمكن دي اقرب مباراه فكرتنا لمباراه رادس 2006 لما الاهلي تعادل مع كسب الصفاقسي 1-0 في اخر دقيقه. نفس الاجواء تقريبا، نفس الضغط العصبي، الجون جه متاخر. الحمد لله الحمد لله النادي الاهلي النهارده رد اعتباره بجد. يعني النهارده اللي حصل فيه السنه اللي فاتت في الدار البيضاء، رجع النادي الاهلي بعد سنه واحده بس من نفس الفريق ومن نفس الملعب. النادي الاهلي بيرجع بيسترد كاسه، بيسترد رقبه تاني، وبيسترد عرش الافريقي تاني. الحمد لله. الف الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك للكره المصريه. انجاز جميل جدا جدا كنا محتاجينه بجد الفتره دي. مره تانيه مبروك للنادي الاهلي لقب ال11 والتاهل لكاس العالم للمره التاسعه ان شاء الله. مبروك طبعا للنادي الاهلي، اداء كان عالي جدا. عايز اقول ان كولر قسم المباراه لاجزاء، قدر ان يتحكم في رتم المباراه. يمكن الشوط الاول ناس كتير كانت تقول ان اداء الاهلي اقل من المستوى الطبيعي في الشوط الاول. صحيح النادي الاهلي ما وصلش للجون، لكن قدر يقفل ملعبه، قدر يلعب على ان ما يبقاش في هدف ثاني. يمكن في الهدف اللي جه في الدقائق الاولى او في اول 15 دقيقه كان غلطه، خطا دفاعي. دقيقه 28 الجون خطا دفاعي طبعا مع حارس المرمى. يعني خطا دفاعي في النهايه جت جون، لكن قدر الاهلي يحافظ وما يبقاش فيه جوان ثاني، فطلع الشوط الاول 1-0 فقط. الشوط الثاني بقى بيلعب على الهجمات المرتده. شايف ان اداء النادي الاهلي او التقسيم اللي عمله كولر بشكل عام للمباراه تقسيم جيد جدا. بدا لما حس ان فريق الوداد بدا يضغط، بدا يلاعب لعيبه عندها النزعه الهجوميه زي قفشه، فبدا يمسك الكوره احسن، بدا يتحكم في رتم المباراه، بدا يعمل هجمات مرتده. ويمكن من اول هجمه مرتده قدر يستغلها محمد عبد المنعم ويحرز هدف ولا اروع للنادي الاهلي. فبالتالي رجع المباراه لنقطه الصفر. وطبعا مع الضغط الجماهيري الكبير اللي في الملعب، فريق الوداد كان صعب عليه ان يرجع تاني في المباراه مع الضغط الجماهيري. وضع طبيعي، الفريق اتوتر واصبح ان صعب جدا يجيب، بل النادي الاهلي اللي لاحت ليه فرص اكتر، والنادي الاهلي اللي كان بيروح اخر 5 دقائق كان ممكن اخر 5 دقائق كنا الاهلي يجيب جونين ويخلص 3-1 او 4-1 للنادي الاهلي. بس في نقطه مهمه جدا، ان الجون اللي جابه النادي الاهلي اللي جابه محمد عبد المنعم ضربه راس، ده جون متفق عليه. يعني جمله النادي الاهلي متفق عليها. علي معلول عندما يتصدى لضربه ركنيه بيكون عنده خيار من الاثنين، واحد من الاثنين، يا اما على الزاويه القريبه لمحمد عبد المنعم، يا اما على الزاويه البعيده لياسر ابراهيم. هو بيختار وهو اللي بيحدد. يعني طبعا كتير مش هيلاحظوا دي النقطه دي، هي جمله طبعا. لا لكن هو بيرفع ايديه، فالايديه دي معناها ان هو يلعبها على الزاويه يعني القريبه او الزاويه البعيده. فبالتالي الحمد لله جابها، وده هدف كربوني كتير جدا جابه محمد عبد المنعم الحمد لله. ومحمد عبد المنعم يعني
محظوظ جدا 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 في الملعب ده. جاب قبل كده في الرجاء، وجاب النهارده في الوداد، والحمد لله الحمد لله جون ببطوله. النادي الاهلي اللقب ال11 ليه الحمد لله، يعني سيد ابطال افريقيا بلا منازع. قلنا قبل كده كل فرق القاره محتاجه يد واحده عشان تعد القابها. النادي الاهلي لحد سفر كان هو النادي الوحيد اللي محتاج ما تقعدش تعصب الناس، احنا لا بنتكلم دلوقتي يعني كل مصر بنقول مع الاهلي. طيب ما بلاش تقعد تعمل التعصب، احنا مش عايزين تعصب، بس احنا طبعا بنقول الاول الجماهير مع النادي الاهلي. فنيه النادي الاهلي النهارده سادس نادي تاهل لكاس العالم للانديه 2024 في السعوديه. امبارح كان مانشستر سيتي الفريق رقم 5. مانشستر سيتي الانجليزي امبارح كسب دوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخه، وتاهل لكاس العالم لاول مره في تاريخه. النادي الاهلي النهارده بيتاهل للمره التاسعه في تاريخه لكاس العالم مع مانشستر سيتي. ومع النادي الاهلي اتاهل اوكلاند سيتي اللي هو طبعا ده اللي هو كاس العالم دي بتاعته. دي بتاعته الضيف الدائم مع اتحاد جده السعودي اللي هو طبعا بصفته المنظم وبطل الدوري السعودي، ومع اوراوا الياباني بطل اسيا، ومع كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاف. باقي فرقه واحده بس اللي هي بطل امريكا الجنوبيه، ودي لسه هتحدد في الاخر. دايما بطل امريكا الجنوبيه بتتاخر لحد قبل البطوله، يعني بتتاخر لحد تقريبا شهر 11 لما نعرف مين بطل امريكا اللاتينيه. لكن كده النادي الاهلي خد المقعد السادس ليه في كاس العالم. وزي ما قلنا من ضمن الانديه المشاركه في انديه بتشارك لاول مره. اتحاد جده السعودي بيشارك لاول مره عمرو لان هو بطل الدوري السعودي ومنظم. فريق مانشستر سيتي الانجليزي بتاريخه ده كله ده اول مره يشارك كاس العالم للانديه. كلوب ليون المكسيكي اول مره يشارك في كاس العالم للانديه. اوراوا الياباني لا شارك قبل كده. اوكلاند سيتي طبعا ده على طول مشارك في البطوله. عايز اقول ان في بعض لعيبه علاء النهارده ما كانتش في الفورمه بتاعتها، خصوصا في الشوط الاول. يعني علي معلول الكل بيتكلم على انه اداؤه كان اقل بكثير من اداؤه الطبيعي. النهارده كان مخضوض شويه في الشوط الاول. دي حقيقه. علي معلول كان ثغره في الشوط الاول في النادي الاهلي، لكن كمان ما ننساش تاريخ علي معلول مع النادي الاهلي. اداؤه رائع دايما، كان مفتاح فوز للنادي الاهلي في مباراه كبيره. النهارده كمان هو اللي لعب كره الهدف، فبالتالي عوض كتير من اللي عمله يعني في الشوط الاول. يعني علي معلول فعلا في اول نص ساعه من بدايه المباراه كان علامه استفهام كبيره جدا، كان اداؤه متراجع بشكل كبير جدا. يعني كان نقطه ضعف كمان، يمكن نقطه ضعف كانت موجوده على عكس محمد هاني. كان تقريبا في الشوط الاولاني كان محمد هاني هو نجم النادي الاهلي الاول محمد هاني، لكن علي معلول بخبراته استدعى كل خبراته في الشوط الثاني واستعاد كتير جدا جدا من فورمته. يعني اعتقد ان لو لا قدر الله النادي الاهلي كان خسر المباراه دي كان علي معلول ممكن تحصل له ازمه كبيره جدا، كان يبقى عنده مشكله كبيره جدا لو كان الاهلي خسر المباراه دي. فالحمد لله علي معلول ساهم في الانتصار بادائه في الشوط الثاني، صنع اكثر من هجمه مرتده، ويمكن كان عمل فرصه لمحمد شريف بشكل كانت ممكن تيجي منها هدف مؤكد مليون في المية. فالحمد لله يعني. ودي زي ما قلنا النادي الاهلي تاهل كاس العالم للمره التاسعه والمره الرابعه على التوالي، النادي الاهلي في كاس العالم. استنى مش عايزين نسبق وندخل في كاس العالم، عايزين نخلينا في المباراه فضل. عشان نغطي المباراه كامله للجماهير. عايزين نتكلم في ايه رايك في تغييرات كولر النهارده؟ ممتازه. يعني انا شخصيا شايف ان تغييرات كولر كانت تغييرات موفقه جدا. قدر يملى نص الملعب لما حس ان حصلت مشكله في نص الملعب او ثغره في نص الملعب. لاعب قفشه وغير ولاعب عمرو السوليه، والسوليه لما نزل بخبراته الكبيره قدر يعمل اداء افضل من حمدي فتحي وافضل من مروان لما كان موجود. شايف التغيير كان جيد في نص الملعب. نص السوليه لما نزل بدا النادي الاهلي يسيطر على كبير جدا. لا وكمان ان هو ما جازفش بوجود كهربا وحسين الشحات لاطول، يعني يمكن حسين الشحات طرد وبتاع، لكن كان في لعيبه في النادي الاهلي عندها متوتره شويه. حسين الشحات ايه رايك في اداء؟ يعني حسين الشحات ظهر النهارده يبقى باداء اقل بكثير طبعا من مستواه المعهود، كان متوتر جدا، وبعدين كان متوتر جدا وبعدين حركه ان شد الحكم دي طبعا يعني حركه مش كويسه. يعني احنا الاول وبعدين لما خرج زعلان. انت شايف ايه حسين الشحات بروفايل كده لحسين الشحات؟ لا حسين الشحات
كان متوتر جدا. كان قلقان جدا ان البطوله تضيع من النادي الاهلي وتبقى ثاني مره على التوالي تضيع من النادي الاهلي. زي كهربا برضو يعني كان هم الاثنين تقريبا اكثر اثنين متنشنين في الملعب، عشان كده خدوا انذارات. وحمدي فتحي شويه، بس حمدي فتحي ما كانش تنشنه، كان بس لعب عنيف شويه او التحامات قويه جدا. لكن الحكم بصراحه يعني لسه هنتكلم عن الحكم بس يعني لكن التغييرات طبعا كانت رائعه جدا جدا جدا. ويمكن نزول قفشه ده كان بالنسبه لي مفاجاه ساره جدا جدا جدا. يعني انا كنت اسعد واحد في الدنيا لما عرفت انه هينزل قفشه، لان كنت عارف ان وسط النادي الاهلي محتاجه صانع العاب واحد، حد يقف على الكوره، حد يباصي، حد يعمل الثرو. وفعلا ده اللي حصل. شفنا النادي الاهلي عمل شوط ثاني رائع رائع رائع. عبد القادر ما اختلفش كتير، بس عبد القادر كان استغل سرعته مع الانهيار البدني لعيبه الوداد. كان يعني كان لازم يتغير. مع كامل احترامي كان لازم يتغير حسين الشحات، لان حسين الشحات كان متوتر جدا، خد انذار بلا داعي وكان ممكن يطرد لو الحكم يعني ما طردوش. لا هو خد انذار والمدرب سحبه في الشوط الثاني. لما المدرب سحبه في الشوط الثاني علاء طلع شفت بيشوط الكوره وبيشوط مش عارف زعلان. يا انت لو كملت كان ممكن تطرد. يعني بالعكس المدرب عمل الصح. اولا مستواك اقل من المباراه الاولى. نمره اثنين انت متوتر جدا. نمره ثلاثه عندك انذار وشديت الحكم ووقعت، يعني كان ممكن يحصل كارثه في الملعب. فبالتالي هو احتفظ بيك على دكه البدلاء. انا وجهه نظري دي حاجه كويسه من كولر. ليه؟ لانه خاف عليك، لان ممكن يلعب الاهلي، ممكن تكلف الاهلي بالظبط لو لعبت ناقص. فبالتالي انا شايف خروجه كان خروج موفق في التوقيت ده. ونزول عبد القادر انا شايف انه موفق، على الاقل هيخفف الضغط شويه، وده فعلا حصل، خفف الضغط. وعبد القادر خد اكتر من كوره وراح بيهم، فعمل طبعا وده كان مطلوب بشكل كبير جدا. بيرسي تاو في الشوط الاول غير بيرسي تاو في الشوط الثاني. مظبوط. لا بيرسي تاو لانه كان الضغط عليه الشوط الاولاني تقريبا اكتر واحد جري في الملعب في الفرقتين، وكانوا قافلين عليه جامد. واضح ان هم كانوا مركزين عليه من الماتش الاولاني يا عمرو. يعني من الماتش الاولاني حاطين بيرسي تاو تحت الانظار بشكل كبير جدا. فطبعا كان طبيعي جدا ان هو اداؤه يتاثر بشكل كبير جدا. لكن بصراحه هو عمل كل اللي عليه بجد. يعني الولد عمل ماتش تاريخي بالنسبه له. انا عجبني كولر ان بدا يلعبوا في الناحيه الشمال في الشوط الثاني، يعني عشان يخف الضغط اللي عليه، فسحبوا الناحيه اليمين لعبوا في الناحيه الشمال. انا شايف ان كولر بدا يلعب باوراقه، بدا يستوعب ويقرا اوراق المباراه في الشوط الثاني افضل بكتير. عكس مدرب الوداد. انا شايف ان مدرب الوداد كان جبان جدا في المباراه دي من وجهه نظري. لعب بخوف شديد جدا، عشان كده اكتفى بهدف وحيد فقط ولعب يدافع على ارضه. لا هو لو مدرب عنده روح المغامره كان المفروض يكمل بعد الهدف. لكن طبعا ده كان من حظ النادي الاهلي وحظ مصر، لان ده ممثل مصر. يعني انا عايز اقول كلنا مع النادي الاهلي. النادي الاهلي هو ممثل مصر، فكلنا مع النادي الاهلي. كلنا كنا بنشجع النادي الاهلي وواقفين مع النادي الاهلي علشان ده ممثل مصر. لازم الناس تفهم كده. الموضوع اهلي زمالك مش عارف ايه، ده في المحلي. الناس ممكن تنفعل على بعض او تشجع او تعمل في المباراه المحليه. لكن في ممثل مصر في افريقيا، في بطوله عالم، في بتاع، لازم كلنا نساند ونقف ورا ممثل مصر ايا كان هو اسمه ايه، اسمه الزمالك، اسمه الاسماعيلي، اسمه الاهلي، ايا كان هو ايه، كلنا هنقف وراه. طبعا بشكل عام زي ما قلنا لكم، محمد عبد المنعم النهارده الجون اللي جابه ده تاني هدف ليه في مركب محمد الخامس بضربه راس. نفس النتيجه من السنه اللي فاتت، جاب جون في الرجاء المغربي بضربه راس في نفس الملعب، والمباراه انتهت بنفس النتيجه 1-1. فواضح ان محمد عبد المنعم محظوظ جدا جدا في الموضوع ده يعني. طب هل الهدف يسأل عنه الشناوي؟ الى حد كبير يعني. كانت بالنسبه لنا كانت مفاجاه جدا يعني انا بالنسبه لي بعض الناس قالت ان ليه ما لعبش شوبير لا على حساب الشناوي. يعني في ناس اتكلمت على كده، انت رايك ايه ده؟ لا انا كان رايي ان النادي الاهلي كان محتاج لقائد في الملعب، كان محتاج خبرات في الملعب تقيله. طبعا انت عارف الفرقه
الجماهير يا عمرو، ديك شفت الشماريخ طبعا والهتافات والكلام ده كله جماهير ده. كبير جدا. فطبعا كان لازم يكون حارس مرمى، مش حارس مرمى كمان كويس، بس لما دخل الهدف يا علاء ناس كتير اتكلمت. طبعا لا الشناوي ما بيجريش على الكوره، طبعا كذا كوره اتلعبت في المنطقه بنفس الشكل برضه ما كانش حد بيتحرك عليها، وكان الشناوي ما بيتحركش عليها. ايوه. فناس كتير قالت لك لا، طب شوبير كان الماتش اللي فات كان افضل بكتير، كان بيطلع على الكرات دي. هل مع مارسيل كولر اللي هو خرج شوبير الماتش ده بالرغم انه كان اساسي وكان قايم وكان كانت مفاجاه اللي من القايمه كلها، ان خرجوا مفاجاه من القايمه اساسا طبعا. يعني استعان بالشناوي رقم 1 ثم علي لطفي رقم 2. فبالتالي انت مع القرار ده ولا ضد؟ والله انا شايف ان القرار ده طبعا اكيد الراجل خده بعد دراسه مستوفيه. عارف ان شوبير حارس صاعد، وحارس مصطفى شوبير حارس واعد وحارس قوي جدا ويقدر يتحمل المباراه زي دي، بس صعب ان هو يتحمل الضغوط دي يا عمرو. يعني انت في القصه دي، وبعد كده هو كان محتاج قائد للفريق والملعب، لان عارف المباراه دي مباراه خبرات ومباراه اعصاب ومباراه واحد عايز يتكلم كتير مع الفرقه بتاعته. مصطفى حماسي ولاعيب انا اعرفه كويس وسافرت معاه كتير وقد ايه هو حماسي، بس لا الحماس حاجه والخبره حاجه ثانيه يا عمرو في التعامل مع المواقف دي. طب لو رتبت حراس مرمى النادي الاهلي الان هتقول مين رقم 1 مين رقم 2؟ الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي طبعا. يعني شوبير رقم 2؟ طبعا. ولا رقم 3؟ لا رقم 2 عشان هو الاجهز. بس هو الاجهز. كولر لا. انت بتسمع كولر رجع للترتيب الطبيعي الطبيعي اللي كلنا عارفينه، اللي اي حد عارفه، اللي هو الشناوي 1 2 علي لطفي 3 شوبير. ده اللي رجع له كولر النهارده. لكن هل انت مع ده ولا مع ان شوبير لا كان ياخد فرصه ويلعب لا المباراه دي لا حرام يعني، او حتى يبقى رقم 2 ماشي. كان ممكن يبقى رقم 2 يعني. بالنسبه لي كنت اتوقع ان يكون مصطفى شوبير رقم 2، لكن بصراحه ان انا اديله مباراه زي دي انا ممكن اخلص عليه بصراحه. يعني ممكن لا قدر الله لو الجون سبب منه هيقول لك بص المغامره وازاي حارس مرمى. بس كمان يعني احقاقا للحق هو تحمل المسؤوليه طبعا بجداره شديده جدا في مباراه الذهاب، رغم الضغط الجماهيري برضه اللي كان ممكن يعمل له حاجه، لكن طبعا هو تحمل وكان حارس جيد جدا وتصدى لكرات صعبه جدا. صنع ازاي استبعده بعد كده يعني لو خد مباراه زي كده قد يبقى ده مولد نجم جديد جدا. ايوه يا عمرو ماشي، بس يعني دي مجازفه، يا مولد نجم جديد يا نهايه نجم. يعني عموما وجهات نظر المدربين ما حدش يقدر يختلف. لكن انا شايف بصراحه ان الافضل ان كان يفضل موجود محمد الشناوي طالما جاهز، يعني طالما جاهز في 100% يعني. والنهارده طبعا بس انا في بس هناخد بعض الاصدقاء لينا بيتفاعلوا بشكل كبير جدا. الاستاذ اشرف السخري، الف مبروك استاذ علاء، الله يبارك فيك. عصام محمد رطاطه، استاذ علاء مبارك للنادي الاهلي، الله يبارك فيك. رامي ماهر، الاهلي كبير القاره الافريقيه بدون منازع، طبعا الحمد لله مبروك. احمد الجمصي بيقول للاسف فريق لا يستحق، بس للاسف اعلام، يعني مش عارف انت قصدك ايه يعني. لا فريق كسب والمباراه النهائيه كده يعني هي بتطلع 1-0 1-1 يعني النتيجه بتبقى قريبه. احمد ابو الحاج احمد، الف مليون مبروك لمصر، الله يبارك فيك. حلوه لمصر دي طبعا. احمد الجمصي، هي اهداف اهلي كانت ايه؟ اهداف الاهلي نرجع بالبطوله يعني ايه هيكون يعني المباراه النهائيه كده مش مهرجان اهداف يعني. سمير بديع الزناتي بيقول المباريات زي دي مباراه تكسب ولا تلعب يعني. مظبوط، زي بالظبط السيتي امبارح اتعرض لموقف صعب جدا قدام الانتر في الاخر، ولولا كره اللي جت في لوكاكو في اخر لحظه دي كان ممكن المباراه تطلع تعادل. المباراه النهائيه كده يعني، لان انت بتبقى خايف على اللقب، عايز تكسب لقب، فانت عايز تكسب مش طبعا. دي النهائيات مباريات تلعب ولا تكسب يا جماعه، ما حدش كلمه هنا على الفنيات خالص، ولا حد يقول لي ده وكان ايه. المهم ان 11 راجل جابوا بطوله او 15 راجل جابوا بطوله، لا يعني دي هنا الفنيات يعني ممنوع كلام في الفنيات. دي مباراه في اجواء صعبه جدا، مباراه بطوله، انت عامل نتيجه هنا نتيجه مش ايجابيه قوي. انت كسبت هنا بس 1-0 هناك، يعني كانك 0-0. لو خسرت هناك 1-0 كان انتهى. طب عايز اسير الجدل كده في قضيه ممكن بعد اذنك يعني اسالك وجاوبني. احنا كلنا شفنا المقصوره الرئيسيه اللي جت عليها الشاشه.
وما شفناش الكابتن محمود الخطيب لا، كان رئيس موجود. النادي الاهلي، ما كانش في موجود. لا، لا كان في موجود. في ال... هو كان الكادر بتكلم قبليه على شويه، لكن كان الكابتن محمود الخطيب والاستاذ جمال علام لا قاعدين جنب بعض. اسمعني بس. ما انا شفتهم. انا فاهم، انا شفتهم. اه انا بتكلم ازاي ما يبقوش موجودين في المقصوره الرئيسيه، المقصوره الرئيسيه اللي كنت اللي شفنا فيها رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المغربي ووزير شؤون الرياضه. وزير اللي كان فيها الناس كلها. يعني حتى رئيس نادي زي باريس سان جيرمان كان موجود. بص عمرو، انا اعتقد يعني هل ده يعني ده نظام الاتحاد لا لا الافريقي لا بيعمل كده ولا ده لا ايه؟ لا لا انا بص يا عمرو، اعتقد يعني انا مش ان الكابتن خطيب حب يكون بعيد شويه، يعني يبقى قاعد على جنب شويه عشان المباراه انت عارف ليها ظروفها. ده ذاك ان سعيد النصري ساب المباراه ونزل في الشوط الثاني وقف في الملعب. كان نازل يستعد وبتاع. لا انا شايف ان الكابتن محمود الخطيب، اعتقد يعني بنسبه كبيره جدا الكابتن محمود الخطيب حب يبعد يعني يقعد على جنب. شايف دي علامه استفهام. لا ما ينفعش رئيس النادي الاهلي ما يكونش موجود. ما انا بقول لك كده، ما ينفعش، لازم في الواجهه يعني. ورئيس الاتحاد المصري لازم يكون موجود طبعا. يعني الترتيب هيكون وزير الشباب والرياضه المغربي يكون هو اللي بيتصدر المشهد، او مندوب اي حد، ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المغربي ورئيس الناديين على طول. ده الترتيب يعني لا ما حصلش، ما شفناش، ما اعرفش، لكن انا شايف ان هي كده. دي حاجه علامه استفهام انا بالنسبه لي يعني. الاستاذ زياد القاروط صديقنا العزيز بيقول لك بعبع افريقيا وكبيره وسيدها الاول للنادي الاهلي. الله يبارك فيك يا باشا. مبروك. عاطف سنجر، الف مبروك لمصر. الله يبارك فيك. مبروك طبعا لمصر ولكل الناس. الاستاذ محمود ابو عظيم بيقول لك يا استاذ عمرو، ليه الكلام الحلو ده ما بيتقالش في قناه الزمالك؟ ليه قناه الزمالك؟ قناه الزمالك بالموضوع، ايه علاقه قناه الزمالك بالموضوع؟ دي حاجه ودي حاجه. عموما مبروك، يعني احنا في النهايه. دكتور محمد صبري، البطوله 11 بطوله رد اعتبار في عقر دار الوداد. طبعا البطوله دي يا اخوانا يعني زي ما قلت في البدايه مهمه جدا وغاليه جدا، لان احنا اللي عشناها السنه اللي فاتت الحمد لله الاهلي بنفس الملعب اللي اتظلم عليه واتذبح عليه السنه اللي فاتت هو نفس الملعب اللي رفع عليه الكاس والحمد لله. انا مختلف معاك في الرؤيه دي. لا مباراه واحده، نهائي من مباراه واحده يا عمرو، الظلم يعني. معاك. انا بالنسبه لي دي رياضه ومنافسه، زي ما المره اللي فاتت كسب الوداد، المره دي كسب الاهلي يعني. ايوه بس ما كانش في عداله. انت كنت بتلعب ايوه نهائي من مباراه واحده. يعني انت لو رحت مثلا لو لا قدر الله اتغلبت هناك كنت هتقول ما فيش عداله. ما هي يعني اقصد لا المره دي ما تخرجوش الرياضه عن مفهومها. لا يا عمرو، هي منافسه شريفه. المره دي كسب، انت المره الجايه تكسب. دي يا عمرو لا بس يا عمرو رياضه لما يكون مباراه في ملعب محايد، مش هروح اجيبك تلعب مع فريق انت ما قدمتش. انا ايه ذنبي؟ ده موضوع ثاني. لا بقول لك عايزين نخش في القصه. ما انا بقول لك مش ذنبي، مش ذنب الاتحاد الافريقي ان مصر ما قدمتش. ايا كان مين الغلطان ده موضوع ثاني. طب نكمل بعد اصدقائنا ونكمل بعد كده. ابو سليم احمد شرقاوي، ايه رايك يا استاذ عمرو في الاهلاويه؟ مين الاهلاويه؟ اهلاويه بالظبط يعني اللعيبه يعني تقريبا. لا حاجه ممتازه. ما انا قلت رايي، انا قلت ان مبروك، وقلت ان الاداء رجولي، وان المباراه قدر لعيبه الاهلي بخبراتهم، وقدر كولر بخبراته ان يقسم المباراه لاجزاء ونجح في النهايه في التتويج. الاستاذ علي لبادي، الف مبروك للمصريين الشرفاء. الله يبارك فيك يا استاذ علي. مبروك طبعا لكل مصر. محمد فؤاد فرج، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. محمد فؤاد فرج قلت الف مبروك يا محترم. الله يبارك فيك. احمد سمير، مبروك لملك افريقيا. الحمد لله، الله يبارك فيك. احمد زكي، النهائيات تكسب ولا تلعب. طبعا متفق معاك جدا. ابو عبده، الف مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي يستحق كل بطوله. صفوت سلامه، الوداد كان اللي بيلمسوا ينام في الارض، انما لما جه الهدف الفوز طبعا طبيعي طبعا ضياع الوقت ده معروف. بس الاهلي كمان بدا يضيع وقت في الشوط الثاني. احنا كلنا لازم نسيبهم من نفس الكاس يعني. لازم نسيبهم من نفس الكاس يعني. انا بلعبها اللي تكسب بيه العب بيه على راي المثل. فده هم عملوا كده واحنا عملنا كده. الاستاذ سعيد حمدي بيقول لك دي عداله السماء. وهنا يجي الرد للكابتن محمود الخطيب لما قال رئيس فيفا اللي ما كانش فيه فير بلاي السنه اللي فاتت. فعلا انا بتفق معاك جدا يا استاذ سعيد. محمد غريب، الف مبروك. مش عاوزين ننسى المشجع المنتحر اللي جاي من المانيا. معلش بقى خلاص سيبه. مش عايزين ننسى. الف مبروك يا استاذ عمرو. مبروك، الله يبارك فيك. دلوقتي كمان الاهلي كسب الوداد، وبدر بنون كسب مين؟ بدر بنون كسب مين؟ بن شرقي. ايه؟ بدر بنون لاعب النادي الاهلي السابق طلع في التلفزيون قال لك ان انا بشجع الاهلي
بدر بنون انت عارف طبعا، تمام. كان بيلعب في الرجاء وطلع في التلفزيونات ايوه وراح باسم النادي الاهلي وقال ان بشجع النادي الاهلي بحراره واتمنى فوز النادي الاهلي بالبطوله، توقع فوز النادي الاهلي عشان خبراته. النهارده شفنا فرجاني سياسي، بس ما شفتش فرجاني سياسي، بس شفنا جت فيديوهات لبن شرقي وهو رايح وبيتمنى فوز الوداد. فحتى هو وداد طبعا، فحتى واحد بيساله بيقول له بدر بنون قال الرجاء هيكسب وانت بتقول له ده هيكسب، فاحنا بنقول له هارد لك يا بن شرقي، بدر بنون. بس سؤال بالمناسبه يعني، ليه مش معتبرين ان بدر بنون جاسوس وضد المغرب والوطنيه؟ ما هو مغربي وبيشجع الوداد. بص طبيعي. بص زي المشجع اللي انت بتقول الزملكاوي. لا بص ده نفس الموقف. لا عمرو لا الطريقه والاسلوب، الطريقه والاسلوب لا القصه بالظبط. لا بس اسمعني يعني دي حاجات فرديه، انا ما اقدرش اقول لحد انت شجع مين براحتك. لا يا عمرو ماشي يا عم، شجع اللي انت عايزه بس ما تستفزش ابن بلدك، ما ينفعش. يعني واحد اهبل روح ابن بعالم زي الرقاصه. يا عم بسالك سؤال، وبدر بنون ما استفزش يا عم بدر بنون ابن بلده، ده بيقول استفز بيقول اتمنى فوز النادي الاهلي. ازاي يقول كده وهو يا عم عادي يا سيدي مثلا يعني بالمنطق ده. انا على فكره مع ده، انا يا سيدي انا مع ده، بس الطريقه ازاي دي ما ينفعش استفز يا عم، دي تساوي دي يا عم. لا اذا رافض دي يبقى لا يا عم، لا الطريقه يعني انا اروح للعيبه الزمالك او اروح البس فانلة الوداد واقعد مع جمهور الوداد واقعد اشجعهم؟ لا انا اتمنى اقول فوز، لكن اعتبر ان النهائي الزمالك اعتبر ان النهائي الزمالك وراح لاعب من النادي الاهلي، لاعب من النادي الاهلي راح لبس فانلة الزمالك والوداد، راح قعد مع الوداد وقال لهم اتمنى مثلا فوزكم، كنت هتزعل؟ يلبس فانلة؟ لا مثلا لا زي اللي عمله بدر بنون. لا بدر بنون ما لبسش فانلة، ما اتكلمش على لبس يا عمرو هتزعل يا عمرو. انا مع فكره انه ان تشجيع لكل نادي، يعني تشجيع الانديه ده شيء ما فيهوش خيانه عظمى. يعني انا قلت لك قبل كده لما كان الزمالك وصن داونز وكان 2016 انا قلت ما اتمنىش الزمالك يكسب علشان خاطر ما يقربش من النادي الاهلي على بطولاته، بس دي كانت وجهه نظري. ازاي يعني احنا كده نقول كده؟ لا طبعا. لا يا عمرو ما دي مصر احنا وراه، انا ورا ممثل مصر ايا كان هو مين. لكن طبعا مفيش حاجه اسمها عدد بطولات، العدد لا انت بتناقض نفسك. لا والله ما بناقضش نفسي يا عمرو، انا اقول ان انا مش هشجع الزمالك، بس المهم الطريقه تكون طريقه محترمه. يعني انت مش هتشجع الزمالك فين؟ في اي بطوله؟ لا خلاص الفرق دلوقتي كبير، اشجعكم طبعا خلاص 11-5 يا راجل، هشجعكم طبعا. كده انت ندمتني اني شجعت. انا رجعت في كلامي ده. ما عندكمش روح رياضيه؟ لا يا راجل. الاستاذ مصطفى عرفات الف مبروك للنادي الاهلي، الله يبارك فيك، فوضت امري الى الله، مبروك للنادي الاهلي. احمد الكيلاني حبيبي استاذ علاء مسير، استاذ عمرو مبروك الف مساء عليك. فوضت امري لله برضه بيحتفل معانا عبد المولى الخولي، الف مبروك يا استاذ علاء. والاخ عمرو شكله زعلان. لا مش زعلان، لا انا عارف انه زعلان. محمد عزام الجمهودي، بدر لاعب اهلاوي طبعا، بدر بنون لاعب اهلاوي. لا مغربي، ما احنا بنتكلم على الجنسيه. مصطفى عرفات الف مبروك للنادي الاهلي، والاهلي فوق الجميع. المباراه يا عمرو الاجواء كانت ساخنه جدا بجد يعني، يعني الحدث ده طبيعي بطولة افريقيا، فطبيعي لازم تبقى المنافسه جديده. ما دي كان الحكم عمرو بقى ايه؟ الحكم كان عصبي برضه. انا شايف ان الحكم بصراحه يعني شديده وبتكلم بامانه، الحكم ما كانش على مستوى المباراه، رغم انه خبراته بملاك ده تسيمبا ده وانا الاثيوبي خبراته المفروض كبيره، ودي اخر مباراه ليه افريقيه. لا مش اخر مباراه خلاص. لا خلاص، هم مدوا له، اعتبروه من حكام النخبه في افريقيا ومدوا له سنتين تاني. يعني هو فعلا كان اداؤه كان سيء جدا. هم قالوا فعلا ان دي اخر مباراه ليه، لكن بعد كده رجعوا وقالوا ان هم هيعتبروا مش هيبقى حكم يعني كده، لا هيبقى حكم من النخبه، اللي هو الحكم اللي هو يستعينوا بيه بالقطعه يعني، لكن مدوا له لمده سنتين يعني. تمام. بس انا شايف انه اداؤه سيء جدا، ما عرفش يحزم المباراه، لعب اللعيبه كان متهاون مع بعض اللعيبه كتير جدا هنا وهنا، العاب كتيره كانت قراراته عكسيه، ما فرضش حمايه كافيه للاعيبه الاهلي في الشوط الاول، ضياع الوقت، كان سايب اللعيبه تضيع وقت. لا انا شايف انه بصراحه الحكم
دون المستوى، وعلامه استفهام كبيره جدا للتحكيم الافريقي في مباراه زي دي. ده نهائي افريقيا، يعني المفروض نهائي كبير جدا العالم كله بيشوفه، فبالتالي لازم يخرج كان باداء تحكيمي افضل من كده بكتير. يعني راجل بخبرات لكن ليا وادار اكتر من نهائي، يعني ده تقريبا رابع نهائي افريقي يديره، فالمفروض يكون عنده خبرات. بس النهارده ما واضح كانش كويس. واضح انه كان النهارده متوتر زي اللعيبه. شفت النهارده طريقه كلامه، وحتى كان بيحاول يبتسم عشان يهدي الامور، لكن تنشنه اللعيبه خلته هو كمان يتوتر بشكل كبير جدا. لكن يعني الحمد لله ما كانش ليه اخطاء كارثيه يعني. لا، ما عندوش اخطاء، يعني اخطاء تاثر على نتيجه المباراه ما فيش، اه لكن بشكل عام انا شايفه حكم اقل من المباراه. من ضمن الحاجات اللفتات الطيبه جدا ان الحارس الدولي الكبير محمد الشناوي اهدى ميداليته لمصطفى شوبير ونزله الملعب ولبسه الفانلة، فدي كانت حاجه حاجه ايجابيه كويسه جدا. طبعا. يعني ان طبعا مصطفى لفته رائعه جدا من محمد لفته كويسه، الشناوي. ودي الرياضه، هي دي طبعا الرياضه يا لان هو جماعه. طبعا عارف انه كان ليه دور. لا، وهي دي الرياضه، مم. الرياضه ان الكبير زي الشناوي ده حارس كبير والمفروض راجل مخضرم، فلما يعمل حاجه زي كده مع لاعب صاعد لسه، هي دي الرياضه وهي دي قيمه الرياضه. هو ده اللي احنا عايزينه، ان يغرس في اللاعب الصغير ازاي يبقى بطل وازاي يبقى يستنفر قوته في الفترات اللي جايه. ده مطلوب جدا. حركه انا شايف انها ذكيه من الشناوي، حركه جيده جدا يعني في توقيت مهم جدا، ان يسلط الضوء على مصطفى شوبير في هذا التوقيت، لان فعلا مصطفى شوبير كان ليه دور كبير جدا في مباراه الذهاب. ويمكن في اول 10 دقائق شفنا في المباراه الاولى صد كوره كان ممكن تاثر على نتيجه المباراه، فبالتالي ليه دور، لعب دور ودور كويس. احنا يا عمرو كنا لسه بنتكلم دلوقتي على اللي يشجع اهلي ويشجع زمالك. الفنان الكبير صلاح عبد الله الزملكاوي النهارده عمل تغريده النهارده وقال يعني بسجع كده وبأبيات شعريه. تعرف هو فنان اديب شويه، فقال ان انا بتمنى فوز النادي الاهلي بالبطوله، والله اتمنى فوز النادي الاهلي بالبطوله. الفنان صلاح عبد الله نشر صوره دلوقتي حالا ليه مع اولاده تقريبا وهم لابسين الفانله الحمراء. يا عمرو يعني بص الصوره اهي، الفنان بيبارك للنادي الاهلي. يعني مش عارف باينه عندك يا ميدو ولا مش باينه؟ دي صوره الفنان الكبير صلاح عبد الله، وده النموذج اللي احنا بنتمناه. يعني الراجل زملكاوي فنان عظيم ونعرف انتمائه للزمالك، صحيح. لكن دلوقتي حالا اهو مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمصر، صحيح. مبروك لجوزين بناتي. دول جوز بناته يعني اهلاويه، فمتصور معاهم الفانله الحمراء. فدي الروح اللي احنا بنتمناها يعني. كل بيت في مصر ايا كان هو هتلاقي فيه زملكاوي وفيه اهلاوي. عشان كده يا جماعه عايزين نخف التعصب. موضوع التعصب ده عايزين خلاص بقى كفايه. الناس تشجع بعض لما يبقى في افريقيا، لما احنا لينا خصوصيتنا. اذا كان العالم كله مساله عنده مساله التشجيع مش زينا، مش زي وطنيه المصريين. احنا في مصر لينا خصوصيه. احنا في مصر البيت الواحد فيه اهلي وفيه زمالك، بالظبط. فبالتالي لينا خصوصيه مختلفه عن العالم كله. اذا كان العالم بيشجع، هتلاقي واحد انجليزي بيشجع امبارح كان الانتر بيشجع الانتر ضد مانشستر سيتي انجليزي، لكن احنا لا، احنا مصريين. احنا في ألفة بيننا، في رابطه بيننا، احنا مختلفين عن العالم. احنا لازم الناس تبقى فاهمه ده. نعادي او يعني مش نعادي، ننافس بعض في المحلي، لكن في الافريقي او في العربي او في اي حاجه دوليه كلنا نقف مع بعض مع ممثل مصر ايا كان هو مين. دي الروح، زي ما انت شايف فنان زملكاوي بيساند طبعا الاهلي وهكذا، والعكس صحيح، لازم يحصل كده. والله يا عمرو الاخبار كتيره جدا، الاخبار كتيره لكن طبعا احنا دي البطوله الرابعه لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. يعني اعتقد تقييمك لكولر بشكل عام ايه من ساعه ما جه؟ والله يا عمرو يعني اداء ونتائجا مدرب ممتاز. يعني انا يعني بصراحه الراجل ده يعني ادي 4 بطولات من 4 بطولات، يعني 10 من 10 او 100% زي ما بيقولوا. اداء النادي الاهلي اتحسن بشكل كبير جدا. عمرو دي نفس الفريق اللي خسر السنه اللي فاتت من الوداد 2-0، يعني عايز نفس التشكيله تقريبا، بس في تطور كبير جدا في اداء لعيبه النادي الاهلي. عايز اقول ان كولر معظم لعيبه النادي الاهلي اللي كانت هي السنه اللي فاتت حتى مع موسيماني كمان كان مع موسيماني كانت لعيبه كتير مش في الفورمه، لكن النهارده
90% او 99% من لعيبه الاهلي فورمه. عشان كده قبل المباراه انا كنت بقول الاهلي هيكسب، لان الاهلي افضل. الاهلي افضل ليه؟ لان معظم اللعيبه فورمه. ودي تحسب لكولر ان دخل لعيبه كتير جدا للفورمه. طبعا اكيد مؤكد ده من تدريباته ومن شغله، من شغله في الملعب يعني. فبالتالي في لعيبه كتير فورمه، فانت تبص تلاقي في الملعب في 8 9 لعيبه فورمه عاليه جدا. فبالتالي الاهلي افضل بكتير. بالظبط. هم نفس مجموعه اللعيبه اللي ما كانوش فورمه السنه اللي فاتت. ده بيرستاو والشناوي هم يعني. الشناوي فاكر اللي كان فيه لوم كبير جدا على الشناوي في الهدف الاولاني لو تفتكروا، اللي هو كان تسديد من بره 18 كان فيه لوم كبير جدا عليه. ده اللي عمله كولر، اللي يحسب لكولر ان نفس اللعيبه دي خدت بطولات. والمسلسل عدم الهزيمه، يعني أنا فاكر عمرو ما قلت لك ان الهزيمه من سان داونز دي تكون فيها الخير على النادي الاهلي. الحمد لله زي ما قلت لكم ان الهزيمه من سان داونز 5-2 دي هي دي كانت نقطه فارقه في النادي الاهلي خلال تاخد دوري ابطال افريقيا. قلتها لكم وقت الهزيمه، قلت لكم وقت الهزيمه لما جيت هنا معاكم بس مباشر بعد ما الاهلي خسر من سان داونز 5-2، قلت لكم باذن الله الهزيمه دي هتكون نقطه تحول تاريخيه في اداء النادي الاهلي في البطوله دي. والحمد لله كده النادي الاهلي في الموسم ده دوري ابطال افريقيا، 2 كاس سوبر وكاس مصر باذن الله، ف4 بطولات، اتاهلنا كاس عالم، وان شاء الله الدوري في الطريق. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي على موعد مع موسم تاريخي بكل عايز اقول لك على حاجه، بس عايز اقول لك قبل اقول حاجه بس، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد برقيه تهنئه للنادي الاهلي طبعا بيهني فيها ويثني على الروح العاليه للفريق، مشيد بالانجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطوله المره ال11، وبيشكر الفريق على الروح القتاليه اللي ادوا بيها يعني. فدي تهنئه من الرئيس السيسي. طبعا لما يبقى رئيس الدوله اكبر راس في الدوله بيشجع وبيقول وبيهني، فدي حاجه طبعا تحسب ليه وتحسب لسياده الرئيس. يعني حاجه كويسه جدا ان بيشجع الرياضه وبيرعى الرياضه وبيتابع وشايف ان في انجاز بيحصل على الارض، فبيشجع اولاده. دي حاجه كويسه. وادي كمان نادي اتحاد جده السعودي اللي هينظم، زي لسه قلت لكم من شويه، نادي اتحاد جده السعودي اللي هينظم كاس العالم للانديه نهايه السنه دي 2024، بعد تهنئه النادي الاهلي وقال منتظرك في كاس العالم. على فكره اتحاد جده السعودي هيلعب مباراه الافتتاح او مباراه تصفيه البطوله قدام اوكلاند سيتي. فادي نادي اتحاد جده بيبارك النادي الاهلي وبيقول له منتظرينك في المونديال ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي. عايز اقول لك على حاجه، موقف ظريف. عايز اقول لك موقف ظريف جدا حصل معايا النهارده. مشجعه صديقه زملكاويه، والدتها مغربيه. كتير والدتها مغربيه وهي زملكاويه. فهي النهارده قالت حاجه جميله جدا. قالت إن والدتها خبيره اسمها ايه؟ تجميل؟ لا روحانيات؟ لا اللي هي اسمها ايه؟ ايه؟ يعني بقول لك روحانيات. هو الفلك وعلم الفلك. علم الفلك. خبيره في علم الفلك وخبيره كبيره والدتها، ومشجعه للوداد. والدتها تمام خبيره ومشجعه للوداد. تمام. ومع هذا النهارده بسالها ايه الاخبار، والدتك ايه رايها، شايفه ايه في علم الفلك، بيحسب مين يكسب الاهلي ولا الوداد؟ قالت لا، علم الفلك بيقول ان الاهلي اللي هيكسب مش الوداد. قبل المباراه بوقت كافي. فعايز اقول لك ان كان في نوع من التشجيع قبل المباراه، وفي روح عاليه ان الاهلي ممكن يكسب المباراه، في تفاؤل كبير جدا. ناس كتير كانت متفائله وشايفه ان الاهلي قادر لان الاهلي فورمه زي ما انا بقول لحضرتك. الاهلي كولر عمل فورمه لمعظم اللعيبه. بالظبط. فبالتالي انت بتتكلم من مصدر قوه، بتقول لا، قادر يكسب، يقدر يعمل نتيجه كويسه. فبالتالي ده اللي حصل. وبقول لك مشجعه زملكاويه والدتها توقعت فوز الاهلي رغم انها وداديه ومغربيه، وده حصل فعلا وفقا لعلم الفلك. عمرو، احنا كنا بنتكلم من شويه ان علي معلول لو كان لا قدر الله الاهلي خسر البطوله دي كان يبقى موقفه صعب. طبعا. علي معلول بكى بكاء هستيري بعد نهايه المباراه، وهو كان طبعا كالعاده بتاعته بيحتفل بعلم بلده من تونس. لكن فوجئنا ان علي معلول بعد ما لبس العلم وراح ناحيه منصه التتويج بكى بكاء هستيري. كان واضح انه كان عليه ضغوط كبيره جدا. وكان حاسس كده لعيبه النادي الاهلي كلهم راحوا له وحضنوه
يعني ورفعوا بروح المعنويين ان هو فعلا كان في حاله كان نفسيه. حاسس ان هو اداء وحش. بص يا علاء، مم. دايما لاعب الكوره بيحس بنفسه، اكيد بيبقى اكيد. شاعر هو انا النهارده كويس او في يومي او مش في يومي. مظبوط. فالنهارده علي معلول ما كانش في يومه، مم. عادي يعني، وارد ان لاعب ما يبقاش فورمه النهارده. لكن في النهايه انت بتقيم اللاعب على ادائه بشكل عام، مش ادائه في مباراه، يعني مش هتتكلم بالقطعه. علي معلول النهارده ما كانش كويس، لكن بشكل عام علي معلول مؤثر في مباريات كتير جدا ورقم في النادي الاهلي، فبالتالي ما نقدرش نلوم علي معلول. والحمد لله ربنا يعني اكرمه وقدر ان يرجع تاني، فبالتالي ربنا كرمه والنادي الاهلي كسب، فدي حاجه كويسه. يمكن كمان كان في كمان من ضمن الاحتفالات او الناس اللي بتحتفل اللي هم مشجعين النادي الاهلي، المعلق الاعلامي الاماراتي الجميل يعقوب السعدي عمل تويته كتب فيها: لا شيء بامكانه ان يوقف طوفان الاهلي، لا الظروف ولا الحكام ولا السدود ولا العراقيل. الاهلي اسد افريقيا وفارسها النبيل، الاهلي فرحه البسطاء وحلمهم الجميل، الاهلي خالد مثل الاهرامات والنيل. متشكرين جدا استاذ يعقوب، عارفين قد ايه انت عاشق للنادي الاهلي، عاشق لمصر اولا طبعا وعاشق للنادي الاهلي. متشكرين جدا. الاستاذ يعقوب السعدي اعلامي كبير جدا، من الناس المميزه جدا، كلنا بنحبه في مصر. احنا يعني يمكن احنا الشعب المصري والشعب الاماراتي محب جدا لبعض، بنحب الشعب الاماراتي جدا وفيها علاقات جيده حتى على جميع المستويات. يعقوب السعدي من الشخصيات الجميله، بيحب مصر جدا، بيحب الاهرام، دايما يتكلم عن تاريخ مصر طبعا طبعا وعظمه مصر. طبعا الراجل ده فبالتالي هو محب بجد يعني. من الاعلاميين الكبار جدا في الوطن العربي. كل الشكر للاستاذ يعقوب السعدي. مش عارف احنا خدنا وقت طويل كده، طولنا عليه يعني على الناس ولا ايه، مش عارف. يعني في النهايه عايز جميل. اقول مبروك للنادي الاهلي علاء. مش مهم الاداء، المهم في النهايه النتيجه. النتيجه كانت جيده، قدرت تكسب بطوله مهمه جدا خارج ملعبك، قدرت تعمل اداء بطولي رغم الضغوط الجماهيريه، رغم حاجات كتير جدا، رغم التحكيم السيء، قدرت تنتزع البطوله. شيء رائع جدا. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله القادم يكون افضل لكره القدم المصريه بشكل عام، لان بشكل عام انا مش راضي عن كره القدم المصريه. على فكره كمان الكابتن محمود الخطيب كان كلف حسام غالي رئيس البعثه انه يبلغ اللعيبه بعد المباراه ان في تمت مضاعفه مكافاه الفوز بالبطوله، رفعوها لان عارفين ان البطوله دي كانت مهمه. يعني بصراحه مش عارف اقول ايه، يعني فريق يوصل نهائي 4 مرات ياخد البطوله 3 مرات، ده شيء عظيم. خد بالك الاهلي هياخد 4 مليون دولار. يعني الفايز في البطوله دي هياخد 4 مليون دولار. فما شاء الله يعني. الوصيف الثاني هياخد 2 مليون دولار، ولسه كمان انا سوبر فده مبلغ كويس. 4 مليون دولار في التوقيت ده انا شايف انه مبلغ كويس. يعني انت بتتكلم في يعني لو بالسعر فاللعيبه لازم تجازى. يعني قرار جيد من الكابتن محمود الخطيب ان هو يرفع اللعيبه دي عملت مجهود وادت اداء جيد، فان ترفع المكافاه. والله انا بصراحه مش عايز انهي الحلقه، بصراحه عجباني جدا الحلقه وتفاعل الناس، والله انا بشكرهم جدا على التفاعل الكبير ده. طب يا عمرو مش هنتكلم على الزمالك طيب اي حاجه ولا نخلي الحلقه دي؟ مش يوم الزمالك، لا. النهارده يوم الاهلي ومبروك للنادي الاهلي. النهارده الاهلي يعني انا مش شايف ان نقدر نتكلم على اي حاجه تخص الزمالك ولا كهرباء ولا اي حاجه يعني. لا النهارده ما ينفعش. النهارده احتفاليه، لازم تحتفل. مش لازم تقعد تتكلم عن حاجات تثير خلينا لا انا شايف ان لا، ما يعني النهارده بقى حرام نطفي فرحه الجماهير وفرحه الناس مبسوطه وفرحانه وعملت انجاز، فخليها تبقى فرحانه ومبسوطه، مش لازم نقعد نضغط عليها بحاجه تضايقها. مبروك في النهايه طبعا الحمد لله. يعني ليله صعبه وعصيبه وطويله جدا 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 يا اخوانا. يعني انا عارف ان انا واحد من ضمن ملايين الاهلاويه عشنا يوم صعب جدا النهارده، كان يوم طويل طويل طويل. عارف طبعا ان 90% من الاهلاويه ما ناموش النهارده، طبعا كانوا بتفكيرهم في المباراه ما خلوهمش يناموا، ما حدش كل كمان النهارده. الماتش كان كمان حتى المباراه نفسه السيناريو كان صعب جدا، لكن الفرحه كانت كبيره. يعني كل ده يهون طالما الفرحه، طالما النهايه كانت نهايه جميله ونهايه سعيده ونهايه تتويج النادي الاهلي باللقب ال11 يوم 11. مبروك للنادي الاهلي، ودايما انتصارات النادي الاهلي ودايما بطولات النادي الاهلي ودايما النادي الاهلي مشرف الكره المصريه. والسلام عليكم.